المهم فيما يخص اللائحة المستدعاة لكأس إفريقيا 2025 من طرف والد الركراكي، أنا يلا شفت اللائحة. فالمهم عندي اعتراض أو اعتراضين أو 3 اعتراضات على بعض اللاعبين، من بينهم جواد الياميق. أنا ما عرفش شنو كيشوف فيه والد الركراكي، شنو هما المميزات ديال هذا اللاعب اللي كيخلي الركراكي أنه مصر يتواجد في التشكيلة ديالو، مع العلم أن هذا اللاعب هذا من مواليد 1992، السن يعني كبير في السن. زيد على ذلك انه كيلعب في واحد النادي، تخيل معايا ان الترتيب ديالو في الدوري السعودي المرتبة 16. هذا إن دل على شيء، إن دل على أن الفريق غير جاهز بتاتا، وأن اللاعب كذلك كيدخلوا عليه الأهداف من حيث لا يحتسب. كذلك شفنا المستوى ديالو في المباراتين الوديتين اللي كيلعب المنتخب، بطيء جدا، غير قادر على مجاراة يعني اللاعبين اللي هما صراع، وخصوصا في افريقيا كيتميزوا بالسرعه وكيلعبوا لك على الهجمات المرتده. وانتم عارفين اغلب المنتخبات الان اللي كتواجه المنتخب المغربي دائما ما كتدخل كتلعب لك على البلوك وتخليك وتعطيك الكره وتقول لك العب، وكتلعب لك على الكونتر اتاك. دائما الهجمات المرتده كتلعب لك على الهجمات المرتده، وبالتالي خصك لاعبين في قلب دفاع ولا الأجنحة يكونوا صراع، باش ملي كتخسر الكرة أجري يا معلم. الياميق نتوما عارفين فيه 2 ديال المتر وزيادة، زيد عليها السن، وصل لسن اليأس، ما غاديش يقدر يعطينا شي إضافة في هاد البوست هذا. اوكي هو ما غاديش يكون اساسي حنا عارفين، ولكن خصك اللاعبين اللي غتنادي عليهم يكونوا جاهزين، حتى لو انه جالس في الدكة يكون جاهز باش ملي يدخل يعطينا الاضافة. ما تقوليش حقا ماشي النهار يتعطب لك ولا يتصاب لك شي واحد تخلي الياميق يدير لنا يضرب لنا كلشي في الزيرو. زيد عليها سايس من مواليد 1990 وكيلعب في السد القطري المركز الرابع. السيد سالا باغي يجمع صريفة، والد الركراكي لا زال يثق في هذا اللاعب وجابو. اوكي سايس لاعب كبير ما يمكنناش ننتقدوه، ولكن حاليا في هذا السن ما كنظنش انه تكون عنده بلاصة في المنتخب. هناك لاعبين وخا مثلا نعتمد على اللاعبين اللي كيعتمد عليهم السكيتيوي الان افضل من اننا نعتمد على الياميق وسايس. كذلك هناك لاعب ثالث انا غير متفق بتاتا معه، بن الصغير. بن صغير ما عرفش